السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنحاول نلخص كده كام مشكلة بتتبعت لي مؤخرا وبتدور حوالين الحصول على تكاليف الكورسات أو الدروس والمعاملة السيئة اللي ممكن تكون بتيجي من طلاب أو أولياء الأمور بتوع الطلاب. تعالوا كده نقسمها جزء جزء. أول مشكلة كانت بتقابل المدرسين وهي الفصال. إن لما يجي حد من أولياء الأمور يقول لهم مثلا لأ، سعر الكورس دوت أو سعر الدرس ده عالي عليا قوي، و... وأنا معيش تكاليف الكورس أو الدرس، فقللوا لي الفلوس شوية. انا عارفه ان الموضوع ده حبتين حساس، والناس مش بتحب تتكلم في الفلوس، والمدرسين بالذات يعني كطبيعتهم اللي هو احنا بنعلم الناس، والمفروض ان احنا ما نكونش ماديين، ودي حاجه مش كويسه في وشنا، والناس هتتعامل معانا بشكل وحش او تشوفنا بشكل وحش، فبالتالي المدرسين بتتكسف تتكلم في الفلوس. خلينا بقى نوضح كام نقطة كده. أولا، الكلام في الفلوس ما هوش حاجة عيب ولا حاجة حرام. ده حقنا، يعني احنا لازم نغير الاتيتيود بتاعنا ناحية الفكرة. كلامنا في حقنا دي مش حاجة وحشة. في كده مقولة اللي هو ايه، لو هما اتكسفوا ياكلوا حقك فما تتكسفش انت تطالب بحقك. هي الفكرة كلها في الطريقة. يمكن هي الموضوع بس هيكون تقيل على القلب، فاحنا هنحاول نشوف طريقة مناسبة او جمل يعني تكون لطيفة كده في التعامل، علشان خاطر نقدر to state our نيد، او ان احنا نوضح الفكره بتاعتنا، او نوضح احتياجاتنا او الحاجات اللي احنا عايزينها. طيب، هل انا المفروض افاصل في الدرس، في فلوس الدرس او في فلوس الكورس؟ لا، لا، لا. احنا ما ينفعش. اول حل للمشكله هو ان ممنوع الفصال. مفيش فصال. مفيش حاجه اسمها ان انت بتدي الدرس مثلا ب 100 جنيه. يعني انا بقول اي ارقام، انت بتدي درس ب 100 جنيه، فيجي حد يقول لك ان لا، ده كده عالي عليا قوي، والظروف، وانت شايف الوضع ومش شايف الوضع والحاجات دي كلها، فقلل لنا في التكاليف. لو انت عملت كده، فكر في الموضوع كالآتي: انت نزلت له المية دي ل90. طيب، هو حط نفسك مكانه. طب ده نزل لي 90، طب لو انا ضغطت شويه كمان مش ممكن ينزلها لي 80؟ طب لو ضغطت شويه اكتر مش ممكن ينزلها لي 70؟ فبدل ما انت تبقى بترفع السعر من سنه للتانيه، انت بتلاقي نفسك مضطر تنزل السعر من سنه للتانيه، فكل حاجه حواليك عماله تزيد، الا انت الرقم اللي بتاخده عمال يقل. فده كده مش منطقي خالص. طيب، يبقى ايه الحل هنا؟ الحل ان لما يجي حد يقول لك انا معيش تكاليف الكورس او تكاليف الدرس، فممكن تنزل لي، تقوم قايل له بمنتهى كده الشياكه بابتسامه لطيفه: احنا بنراعي ظروف الناس. مش شرط ان انا اراعي ظروف الناس ان انا انزل الفلوس. انا ممكن ببساطه شديده جدا ان انا اراعي ظروفهم في الطريقه اللي بتكلم فيها، ان انا بحترمهم وان انا مقدره الوضع وكل حاجه. فانا ممكن اقول والله يعني كنت اتمنى لو الكورس بتاعي يكون مناسب بالنسبه لك، لكن يعني ايه التكاليف بتاعته ثابتة، فأنا هحب إنك تكون موجود معايا وقت ما الكورس يكون مناسب ليك. بس بابتسامة، بتون هادية كده لطيفة ظريفة، من غير ما نبقى بنجرح في حد. يعني احنا مش هنروح نقول لحد ايه، انت الظروف وحشة، ما انت مشكلتك انت اللي ما بتشتغلش كفاية، او ان انت اللي معكش فلوس، او انت. يعني احنا مش هنتكلم مع الناس بالشكل ده، ولا حتى هنفكر بالشكل ده، لان الظروف واحدة على الكل. فبالتالي انا هكون لطيفة في الطريقة اللي أنا بتكلم فيها مع الناس، وفي نفس الوقت أنا بوضح إن لا، ما فيش. فهيحاولوا من هنا لهنا بعيد نفس الجملة بطرق مختلفة بشكل هادي ولطيف، من غير ما أعتبر إن هم كده بيهنوني، أو إن هم كده بيقللوا من حقي، أو إن هم كده شايفين إن أنا شغلي مش مستاهل الفلوس دي. فدي كده ايه اول حاجه، اول قاعده هنحطها سوا. خلينا حتى نكتب النوتس دي كده مع بعض، يعني احنا هنعتبر ان احنا بنفكر سوا في الفيديو دوت في المشاكل دي. فاول نقطه هنعملها هي الفصال. هي جايه ناحيه خلينا نعملها كده برضو. مش راكبه، انتوا بقى ظبطوها في الكومنتس بتاعت الفيديو. فكده الفصال لا، ممنوع الفصال تماما. انا مش هقولها بشكل سيء، انا هتكلم الكلام بشكل لطيف ومهذب.
وبروفيشنال، واحط بقى كل الكلمات اللي ممكن تحطوها في الموضوع. ان انا بستيت ان والله يعني أنا سعيدة جدا إنك مهتم بحضور الكورس معايا، أو أنا سعيدة جدا إن أنت حابب إنك تجيب أولادك معايا في الدرس. لكن الفترة الحالية هي دي التكاليف. لو حصل أي تغيير في المستقبل هكون سعيدة إن أنت تقدر تنضم للكورس معايا، أو إنك تجيب أولادك في الدرس معايا. حاجة تانية ممكن نضيفها، لو انت تقدر تعمل حاجة زي كده وده تطوع منك وخير زيادة منك لو قدرت تعمل كده، وهي ان لو معاك حاجة تقدر توفرها بشكل اقل في السعر. يعني احنا ممكن نفاصل او ممكن نعمل ديسكاونتس في المنتجات، في البرودكتس، حتى لو هي ديجيتال برودكت، لكن مش في السيرفيس، مش في الخدمه اللي انا بقدمها وبكون موجوده فيها بنفسي. يعني ما ينفعش مثلا انت ساعتك تبقى مثلا ب 100 جنيه، فانت حد عايز ياخد معاك الكورس فتنزلك 90 او 80. لكن لو انت بتبيع كتب، بتبيع ملازم، عندك كورس اونلاين عامله، عندك اي حاجه انت بتبيعها مثلا، والشخص ده بيقول لك والله انا معيش فلوس الكتاب دوت، والكتاب ب 200 جنيه، فانت ساعتها ممكن تطلعه هديه، ممكن ان انت تقلل التكلفه بتاعته. فبالتالي حاجه زي كده يعني دي انت مش هتدفع من وقتك زياده، هي اوريدي البرودكت ده معمول وبيتباع بالشكل دوت. في حد عنده مشكله معينه ماديا، طيب انا ما فيش مشكله ان انا ايه، يعني انزل له فيه التكلفه شويه. فبالتالي انا ممكن اقلل او اعمل خصم على المنتجات، مش على الخدمه اللي انا بقدمها، على البرودكت مش على السيرفيس. حاجة تانية ممكن نعملها برضو كحل زيادة في الجزء بتاع الفصال ده، لو انت بتدي في جروبس تمام، وانت عارف ان في طالب هو غير مقتدر ماديا فعلا، يعني انت عارف ان الوضع صعب جدا، وانت بتدي الدرس بتاعك مثلا بيبقى فيه سي 5 طلاب او 6 طلاب او 10 طلاب، اي كده العدد اللي انت بتديه، وانت عارف ان فلان دوت لا يعني اسرته يعني عندها تحدي في التكاليف كبيرة. ساعتها انت ممكن تسمح بحضور الشخص ده جوه الجروب يعني مجانا بدون اي تكاليف. ما انصحش خالص، ما رشحش خالص ان انت تعمل خصم مختلف لكل شخص والتاني. ليه؟ لان الناس هتبقى بتتكلم جوه الكورس. دايما حط نفسك مكان العميل، لو الحركه دي اتعملت معاك هتبقى عامله ازاي؟ فتلاقي ان انت رايح تحضر كورس دفعت فيه 1000 جنيه، وبعد كده بتتكلم مع الناس لقيت ان في ناس دفعت 800 جنيه، فانت هتحس ان انت اتضحك عليك. عشان كده انا يعني ما رشحش حاجه زي كده. فبالتالي الشخص ده غير مقتدر ماديا، وانت فاتح جروب وتقدر تسيب مثلا 1 or 2 seats كده، او اللي هو ايه 10% و20% من الكورس، من الحضور بتاع الكورس، ان انت تخليه للناس بشكل خيري، او بشكل الناس اللي عندها مشكلة في دفع فلوس الكورس تقدر تحضروا ببلاش. ف it's up to you يعني. again دوت حاجة تطوعية، مش إلزام عليك، مش ان انت لازم تعمل 10% من الكورس بتاعك، ان انت لو بيحضر فيه 10 افراد فهتجيب 9 بفلوس وواحد لازم يحضر من غير فلوس. لا خالص، هي كيس باي كيس. انت بتأسس كده او بتقيم الموقف قصادك، هل الشخص ده فعلا يبدو ان هو يستحق الخدمة دي مجانا، او ان هو فعلا عنده مشكلة في الدفع، فانا هساعده ان هو يحضر بدون فلوس. ولو ما حد بيعمل حاجة زي كده اصلا مش هيروح يقول للناس بقى في الكورس ده انا واخد الكورس ببلاش، محدش هيعمل كده. يعني لو هو عمل كده يعني هو بيخاطر بنظرة الناس ليه، فهو بالتالي في الغالب مش هيبقى بيقول حاجة زي كده. عكس لما حد يكون انت منزل له فصلت معاه، فاللي بيحصل ان هو عارفين انتوا بقى جو الايه، النصاحه كده، اللي هو ده انا ضحكت عليهم وخدت الكورس ب 800، ايه ده انتوا خدتوه ب 1000، ده انا واخده ب 800. فالناس بتتصرف بالشكل ده، لما بتيجي الفاصل تحس ان هي كسبانه بقى، فايه لازم تشو اوف او تتفاخر بان هي ايه ضحكت على الناس دي وخدت الكورس ب 800، وانتوا يا جماعه اللي طلعتوا مغفلين وخدتوا الكورس ب 1000 عشان انتوا بتتكسفوا تفاصلوا. فبالتالي انا ممكن اعمل كجزء تطوعي كده ان الحضور مجاني لمن يستحق في داخل الجروب، مش برايفت.
وهنتكلم عن نقطة البرايفت دي، ان ما ينفعش مثلا ان الكورس بتاعي يكون برايفت ويجي حد يقول لي انا عايز اخد، انا معيش فلوس كفاية فانا عايز ادفع نسبة معينة من الكورس. دي دي برايفت اكسكلوسيف سيرفيس. يعني دي حاجة كده اللي هي ايه، انت عايز العميل اللي بياخد الكورس برايفت ده عميل ماديا يقتدر ان هو يدفع الفلوس بتاعه الكورس دي برايفت. ما ينفعش مثلا اللي هو ايه، انت معكش فلوس وقصادك برايفت وجروب فتقول ايه ده، لا انا مش عايزه ادخل في جروب، انا عايزه ادخل في برايفت. يعني منتلي الكلام ده مش، ما ينفعش خالص. فبالتالي انت لو بتدي كورساتك برايفت او الدروس بتاعتك برايفت، ما ينفعش خالص ان انت تعمل الحركه دي فيها. لا هو والله الرقم بكذا. ده غير تاني الورد اوف ماوث، او ان الناس دي هتبتدي علاقتها تكونكت بعد كده ان انت جبتهم في حاجه. فبالتالي ما ينفعش واحد يبقى واخد معاك الكورس الفلاني ب 1000 جنيه، وواحد تاني واخد نفس الكورس ونفس كل حاجه ب 900 جنيه. هي لازم تبقى ثابته على الكل. فانت لما تعمل تحديد للاسعار بتاعه الكورس بتاعتك تعملها بالشكل دوت، ان انت خلاص هي الموضوع ثابت على الكل. ان انت بتديه ب1000 فهو 1000 على الكل، مفيش حاجة اسمها ايه فصال. فدي كده ايه جزء من الدiscussion بتاعتنا، المناقشة بتاعتنا. لسه هنكمل في الفيديوهات اللي جاية، فستي توند، خليكم معايا عشان احنا لسه الكلام مخلص. وطبعا لو في اي تعليقات او يعني حاجة مشابهة انتوا تعرضتوا ليها، هيبقى عظيم جدا لو تشاركوها معانا في التعليقات. يلا بينا ننتقل إلى النقطة اللي بعد كده.